هقول لكم سر من اسرار لقمه الخير. في لحظات الضعف ليا انا واسرتي ولما بيكون لينا رجاء عند ربنا بنجري على المطبخ والحلل ونعمل لقمه لله. يعني انترفيو في شغل عايزينه يعدي بسلامه، امتحانات للولاد او حد مريض، مجرد ما بنعمل لقمه ونوزعها ربنا بيراضينا على طول. الطبق ده مليان اسرار. صدقني لو مش عايز حاجه ربنا هيديك كل حاجه. لقمه النهارده مكرونه وبانيه، الوجبه اللي ما بيختلفش عليها اتنين. هنعمل 100 وجبه في 3 ساعات بس. وقبل ما اقول لكم ازاي، اهلا بيكم في لقمه خير وانا رشا مجاهد. خليني اقول لكم ان محدش بيختار حكايته في الخير، لكن حكايته هي اللي بتختاره، وده اللي حصل معايا. انا بس قربت من الحكايه ولقيتها هي اللي ساقتني بسكتها. يلا بينا نشوف مقادير الكميه دي هتكون ايه. هنحتاج 15 كيلو مكرونه تحمير و13 كيلو بانيه، وحاجه السلطه طماطم وخيار وفلفل واي خضار انتوا بتحبوه. في البدايه هنحط شويه زيت على النار وننزل عليهم بالمكرونه ونقلبهم لحد ما تحمر، وبعدين نضيف عليهم توم مفروم وفلفل الوان، ونحط البهارات ملح وفلفل وكزبره وشويه كمون، ونضيف الصلصه وننزل عليهم بميه سخنه. كنت تبلت البانيه من قبلها بيوم وحطيته في التلاجة، وبعدين حطيته في البقسماط وضغطت عليه عشان التتبيله تمسك فيه كويس وما يفكش في الزيت. ودلوقتي بقى هنجهز بقيه الاطباق علشان ننزل نوزعها. في كل مرة بحاول أزود حاجة مع الوجبة أكني بضايف اللي هياكلها ببيتي. بحب دايما أنزل أوزع جزء بنفسي عشان الفرحة اللي بحسها في وشوش الناس بتهون عليا تعب اليوم كله. عارفة إن عندكم حكايات وأسرار كتير عن الخير، ياريت تشاركونا قصصكم.